ما سألت عمرك يوم ليه الناس يصنعون المشهور ثم يصدقونه، يكذب علينا ونصدقه، إلى درجة أنك تقول يا أخي ما أدري الناس أصبحوا إمعات ولا أنا لحالي شاط. إلى درجة بعض الأحيان أنك تعلم لصديقك لقريبك سالفة فيكذبك فيها ولو يقولها مشهور صدقها وعلى طول مصدر عنده. في الإجابة على هذا السؤال أنا لخصته من 3 كتب، وبعطيك إن شاء الله الإجابة في أقل من 4 دقائق تستفيد من 3 كتب هذه، اللي هو الغوستاف لوبون اللي هو سيكولوجية الجماهير، والسيالديني اللي هو التأثير وعلم نفس الإقناع، الكتاب الثالث اللي هو البوستمان تسلية أنفسنا حتى الموت. في أقل من 4 دقائق تكون الفائدة إن شاء الله عندك، خليك معي. ببدأ في سيكولوجية الجماهير. يقول الشخص إذا قده ضمن مجموعة يضعف عنده التفكير النقدي، خلاص تنعمي عيونه، يقول ود الناس ذولا كلهم ما صاروا ورا المشهور ذا إلا أكيد أنه يمشي في درب صح. النقطة الثانية يقول إيش؟ الجماهير يحبون الشخصية ذات الهيبة. وش يعني ذات الهيبة؟ مقصودة فيها اللي غوستاف ان ذات الهيبة اللي عنده ثروة، اللي ناجح، اللي عنده إدارة، اللي يملك شيء، فنان في نقطة معينة، الجماهير على طول تصدقه. زي اللي يجيك ذا الحين وارث وينظر علينا كيف تصبح مليونير، ميتنج الصباح وميتنج العصر. النقطة الثالثة يقول الانتشار والتكرار، هذا يعطي طابع المصداقية. شفت في أتوقع في كتاب هتلر اللي كفاح يقول اكذب ثم اكذب ثم سوف يصدقونك الناس. ليه؟ لانك في كذبتك الاولى الناس بيهجمون عليك، الثانيه بيهجمون عليك بس بيقل هجومهم، الثالثه لين يود بيقولون لا لا اكيد احنا ما فهمنا في النقطه هذه وكان رايح صح. انا بجيب مثال بس ما هم من العرب. ايلون ماسك مثلا الحين هو معروف ومشهور في التقنيه ورياده الاعمال. شفت لو انه تكلم في تاريخ العرب وان العرب وانهم يغطوا السوق من البحر الاحمر ويخرجوا من غرب افريقيا، صدقني في ناس بيهتمون في افكارهم بيصدقونه. ليه؟ خلاص منعمي عنه من هذا الشخص ناجح في كل شيء في حياته. خلصنا من الكتاب الاول. الكتاب الثاني اللي هو روبرت سيالديني التاثير وعلم نفس الاقناع. ايش يقول؟ يقول النقطه الاولى عدد المتابعين تعطي في الاذهان دليلا على القيمه، الدليل الاجتماعي. كل ما كثر عدد المتابعين واو أي كلمة منه ينقط عسل. طيب النقطة الثانية يقول الشهرة والمظهر تمنحان الشخص سلطة وهمية، حتى لو ما هو خبير في الشيء هذا يبيع لك وهم. يعني مثال، لو انك جبت شخص مشهور ودخلت على واحد وعلى انه بيسوي له عملية ولبسته لبس دكتور وهو اصلا مشهور مغني مثلا، ولبسته لبس دكتور وهذا الشخص المنسدح ما يدري اصلا التخصص هذا وشو، دخل وشافه مشهور ومظهره، صدقني قد يرتاح ويوافق على اجراء العملية. بس لو اني اجيب لك في الطرف الثاني مشهور ومعروف انه افضل دكتور مخ واعصاب في العالم، بس مشكلته يوم حضر عند المريض حضر بنفس لبس الهنود الحمر زمان وحربته في يده، صدقني ما حد يوافق عليه. ليه؟ لانه يقولون يا اكيد ان الخبل ذا في مظهره انه بيصير خبلا في نص العمليه ويفصل لي فيوز من المخ وهذه من الخبل. النقطه الثالثه اللي هي الاعجاب. إذا من الناس هنا عجبوا في شخص أصبحوا أكثر استعدادا لأخذ آراءه. زي عندنا ذا الحين اللي فلان ما أسمع به، مهما صدر من فلان هذا مهما قالوا الناس فيه ما يصدق. لو فلان غيره سوى نفس الفعل ذي قد يخرجونه من الدين، بس هذا فلان لا. ليه؟ لأنه وصلت إلى مرحلة الإعجاب فش المشهور هذا ما أسمع فيه. الكتاب الثالث اللي هو كتاب بوستمان تسلية أنفسنا حتى الموت. يقول وسائل الإعلام تأييد الشيء هذا، عندها المظهر الجذاب أهم من الكفاءة. فتلقى مثلا أستاذ جامعي زين إذا جو 1000 متابعينه، وتلقى السامج بالملايين. طيب يقول لك التكرار إعادة الانتشار مرة ورا مرة مرة تكرر الشيء. أنت أول مرة بتقول هذا سامج بلوك، فلان عاد له نشر بلوك، أنت وفلان فلان عاد له يا هو الناس كلهم يتابعون الا انا لا لازم اتابعه، توصل يوم من الايام انك تتابعه. النقطه الثالثه يقول لك المحتوى الترفيهي ينتشر اكثر من المحتوى العميق، فاصلا وسائل الاعلام تحث على الشيء هذا، تبغى يوصلك التعفن دماغي، تبغى استفاده، تبغى مال، اعلانات، ارباح تجيها، هم غايتهم من الشيء هذا. هم فكروا في صحتك في عيونك، يبغون عقلك توصل الى مرحله تقول يا ولد انا ابغى اتعاطى مقاطع مضحكه يضحك مقطع سامج طويل لا هذا ما بزين ما. طيب في النهايه وش نستفيد من ذا الكلام كله؟ هذه العوامل اللي تخلي الناس يصدقون المشاهير.
حنا نستفيد منها في إيش؟ نحن نصحى من ذي الغيبوبة، نحن ما نغدي مثل القطيع يصيرون خلف المشهور بحيث ما صار. نحن ما نغدي إمعات الله. أي أفكار نوزنها بالدليل، ما هو علشان مشهور قالها، لا لا، خذها بعقلك يا بني آدم وترك المشاهير.